مئات الآلاف من مقاطع الفيديو التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم. هذا زلزال تركيا المدمر الذي وحد شاشات العالم من شرقه إلى غربه بهبة مساعدات عربية ودولية لأنقرة. وأكثر من 150 هزة ارتدادية انبثقت عن الزلزال الرئيسي الذي شهده جنوب وسط تركيا. هزة ارتدادية جراء زلزال تركيا قرب الحدود العراقية، والذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر. سلسلة هزات ارتدادية بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وامتدت توابعه لتطال العديد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والأردن. لكن الكارثة التي أرعبت عراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي ما جاء في توقعات العالم الهولندي الخبير في الرصد الزلزالي، حيث توقع حدوث زلزال تركيا قبل 72 ساعة من حدوثه، ومكانه وتوقيته وأثر ارتداده على المنطقة. الهولندي فرانك هوغربيتس نشر تغريدة قبل حدوث الزلزال توقع فيها أن يمتد عمق حزام الزلزال من قبرص حتى إيران، مرورا بسوريا والعراق والدول المجاورة لها. بغداد أطلقت حالة الطوارئ تحسبا للكوارث الطبيعية، كما أطلقت 60 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية إلى سوريا وفريق إنقاذ إلى تركيا.